السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إن شاء الله تكونوا بخير في أحسن أحوالكم. اللهم صل وسلم وبارك وزد على حبيبنا المصطفى. اليوم نهار جديد وفيديو جديد متجدد معكم دائما مباشرة من قناتكم ليلى سبيس مع ليلى. سمحوا لي على هذا الصوت وعلى هذا البحة وعلى هذا الزكام اللي راني فيه. ادعوا لي ربي شافيني في هذا الشهر. صعيبة يعني رمضان الصيام والمرض والله غير صعيبة. ربي يقدرنا على كل حال. المهم، اليوم جيتكم بوصفات جديدة بطبيعة الحال. تابعوا معايا حتى الآخر الفيديو، راح تستفادوا. دائما نجيكم غير بجديد والحصري. اليوم بديتها بخبز الشعير ولا الحامضة كما شفتوا. شريت كيلو تاع دقيق الشعير ولا دقيق الحامضة. درت كيما راكم تشوفوا، درتو في ان بول غير نصو ماشي بزاف، واحد الرطل هكذاك. درت عليه ملعقه، نصف ملعقه كبيره تاع خميره الخبز، ونصف ملعقه تاع سكر، شويه ملح، ودرت ثاني شويه زيت المائده، وهو من الاحسن زيت الزيتون. انا اليوم كمل لي زيت الزيتون، استعملت زيت المائده. ونديروا الماء دافي، نجمعوا بالماء دافي ونزيدوا غير فيها خل. نورمالمون نزيدوها مع الماء والزيت، بصح كي نسيتها انا ضفتها في الاخير ملعقه تاع خل كيما راكم تشوفوا. ونغطي العجينة تاعي ونخليها ترتاح وتتخمر. بعدين رايحة يعني كي نجي راح نخبزها، يا نزيد لها الماء ولا نزيد لها الدقيق تاع الشعير على حساب لا تكستور، الا كانت جارية ولا ناشفة. ومن بعد نخبزوها نديروها في الطاجين بطبيعة الحال، نطيبوها في الطاجين. نجي لهنا اليوم عندنا شربة، الله الله، شربة فيغميسال. كاين فريك وكاين فيغميسال كما قالوا زوجات 10 على 10. ربي يشافيه إن شاء الله الفنان المتألق السيد صويلح وقرورت، إن شاء الله ربي يشافيه. المهم كي شفت شوربة فيرميسال تفكرته. ما عليناش، شوربة فيرميسال حب قلبها القزبر والفلفل العكري، بصل، طماطيش يعني، واللحم بطبيعة الحال. ما عندكمش اللحم ديروا دجاج، ما عندكم لا دجاج لا لحم ديروها غير هكذاك، وديروها بقوانينها يعني السكر وعسل. شوفوا لي في المرميطه تاعنا نديروا 2 مغارف زيت مع مغرفه سمن يذوبوا مليح. نجيب هذوك لي كوت تاعي ولا اللحم اللي عندي ولا دجاج ولا اللي هي، يعني نشوحهم مليح في هذاك السمن والزيت حتى يدولون. نزيد عليهم البصل، حبه بصل مليحه. ومن بعد البصل نزيدوا التوابل اللي هما فلفل عكري وقزبر مرحي والملح وعود تاع القرفة كما راكم تشوفوا. وعندي طماطيش تاع الحبه، انا ما درتش حبات كوم، انا كنت دايرتها في الكونجيلاتور ومطيبتها ودرتها في الكونجيلاتور، درتها مباشره. لهنا عندي حبيبه تاع القرعه وحبيبه تاع الزروديه، يعني رايحين تاكلوا شربه يعني بذوق شربة العراس كيما تاع العراس. نتحداكم الشربة هذه تبعوا النصائح والإرشادات اللي راني نعطيكم فيها، تخرج لكم خير من تاعي على بالي. والشربة هذه تحب تقلية بزاف، تحب تقلى حتى اللحم يدخلوا طياب والخضرات تدخلها طياب، والحميصة نرميوها في الأول. إذا كنتوا دايرين الشربة تاعكم في لاكوكوت رموها من التالي، بصح أنا دايرتها في القدرة، رميتها حميصة مشمخة وطيبة ومكونجلية، رميتها من الأول باش يطيب كل شيء مع بعض. ندير الربطة تاعي تاع القزبر و2 عرف تاع النعناع، الله الله، ونخلي المرميطه تاعي ولا القدره تاعي تتقلى تخي بيان. ومن بعد نزيد غير شويه تاع الماء السخون، شويه ماشي بزاف، قد كاس، وخليها الزيت تتقلى في بعضها. لهنايا جيت لافارس تاع البوراك، بوراك بلا باتا فيلو بصح اما مانيير بطريقتي الخاصه، حصريه كذلك بلا باتا فيلو، وحصريه ماشي بوراك تركي، بوراك ليلى ليلى سبايس. شوفوا انا درتو بالبولي انشي. بولي انشي ديروا فيه ثوم مرحي، فلفل، ملح، وكركم وسكنجبير، ونديروا فيه 2 حتى 3 مغارف كبار تاع جبن طري. انا درت جبن وليد، تقدروا ديروا الجبن اللي حبيتو. ومن زدت له غير كمشه تاع شويه غرياغ باش نعزز الذوق، وديروا كمشه مليحه تاع المعدنوس. تخلوه في اناء يبرد بيد ما
رحتوا خرجتوا لاباتا فيلو تاعكم تعمروها. نجي لهنا سكالوب، انا حندير لهم اليوم سكالوب باني. جبت سكالوب تاعي بعد اللي نقيته مليح وغسلته بالملح والخل وقدرته. شوفوا جبتو درت له التتبيله الاتيه، نديروا له الملح، ثوم مرحيه، نديروا له سكنجبير، نديروا له كركم، واش نديرو تاني، نديرو فلفل، ونديرو توابل الدجاج صاي، وشويه تاع الزيت باه يبقى طري السكالوب تاعنا ما يبس. ونديرو الاعشاب العطريه، واحد المغرفه صغيره هكذاك، ونزيدو واش نديرو تاني عصره ليمون. التتبيله ترجع لكم، حبيتو تزيدوا فيها الموتار تزيدوا فيها، حبيتو تزيدوا فيها ياغورت ناتور زيدوا فيها كيما تحبوا. المهم انا هذه هي التتبيله تاع السكالوب تاعي اللي حنديرو باني. نخلط مليح بعد اللي درت هادو الاضافات التوابل وزيت وليمون وكلش. نجي لهنايا نوجد له باش نديرو باني. ندير 2 حبات بيض، شويه ملح وشويه فلفل عليهم، ونضربهم مليح، ونوجد الفرينه، ونوجد لا شابليغ ولا خبز مرحي بعد اللي يبسو ورحيتو. انا جبته جاهز من برا، لكن يبسوه ورحوه ولا ديروه في الكوشه ورجعوا جوزوه في الرحيوه تاعكم، تحصلوا على لا شابليغ، وصيروه خلوه الخشين يطلع الفوق والرقيق تسحقوه وصاي. شوفوا انايا درت سكالوب تاعي اللي متبل، درتو في الفرينه، من بعد جوزتو في البيض، من بعد في لا شابلوغ، حتى نكمل الكميه تاع سكالوب اللي عندي. نخليه نديرو في الثلاجه يبرد باش كي نجي نقليه يتقلى معايا مليح وما تروحلوش هذيك الطبقه تاع التغليف كما راكم تشوفوا. لهنا نجو لاصوص فرomاج اللي حنرفقها مع سكالوب باني. واش ندير مغرفه تاع زبده تاع ماني هذيك الخفيفه تاع الطبخ، ونزيدو مغرفه تاع فرينه ولا مغرفه ونص كيما تحبوا نتوما، والثقل اللي تحبوه تاع لاصوص فرomاج تاعكم. نزيدو شويه حليب، وقد واحد نص كاس تاع حليب، نص كاس كذلك تاع لا كريم فريش، ونخلط مليح. انا هنايا في هذه الوصفه ما درتش الملح، انا حندير مجموعه من الاجبان، راه الجبن مالح كيما نعرفوا. درت 2 مغارف تاع الجبن الطري تاع وليد، وزدت درت الجبن هذاك تاع البيدون اللي شفتوه 2 مغارف ثاني. نميكسي بيان بالميكسور، وندير شويه كركم، نخلط مليح. كي تبدا الغليه، كي يرفد الغليه مليح ويبدا يثقل معايا الخليط تاعي، نروح نزيد له شويه غريغ مبشور. يعني عندنا هنايا صوص فرomاج ب3 فرomاج، ندير شويه غريغ كيما راكم تشوفوا، نديرو في التالي، نخلط، ومن بعد نحي الكسرونه ونغطي لا كريم تاعنا او كونتاكت بالبابي فيلم، ونخلوها حتى من بعد نعاودو نسخنوها كي نجو رايحين نحطوها. هنا عندي الشوربه فيرميسال تاع عمور، استعملتها في الشوربه تاعي. ولا باتا فيلو ها هي واجده، نطوها على 2 كيما هكا، هي مربع، نطويها على 2 على شكل مثلث، نعمر لا فارس اللوي، ومن بعد ندير دويره وندير هذيك العقده. انا هذيك العقده ما حبيتش تندار لي، علاش؟ على خاطر البابي فيلو كان ضربوا هو شويه دقدق لي. درت الخبزه تاع الحمضه تاعي طيبتها. واخيرا وليس اخيرا، هذه هي مائده رمضان تاعنا لنهار اليوم بهذه الوصفات الجديده الحصريه على قناه ليلى سبيس فقط، ما غاديش تلقاوها في قنوات اخرى. والشربه شوفوا لي شرب الله معبقه، نديروا لها شويه نعناع يابس من التالي، وشويه قزبر مرحي، ونقدموها دائما تقدم مع الليمون. وما ننساوش هذاك القرن تاع الحار نديروه في التالي كي تبقى 5 دقائق للغلي، ونطفوا عليه. شوفوا لي هذه المائده ما شاء الله، نقول لكم صحه فطوركم، شهيه طيبه. واذا عجبكم الفيديو خلوا لي في التعليقات. شوفوا لي هذا هو البوراك اللي درته بالعقده هذا، ودرت سلطه عاديه جدا شريبه الله. وش درنا صوص فرomاج والسكالوب باني والحم حلو. وهذه هي الحمد لله. نقول لكم للفيديو المقبل بحول الله تعالى. السلام عليكم، الى الغد ان شاء الله.